السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يسعد لي أوقاتكم صباحاتكم كلها يا أحلى متابعين بالعالم. كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. طمنوني عنكم جميع. اشتقت لكم كتير ورجعت لكم بفيديو جديد كله طاقة حيوية وحماس. خليكم معي للنهاية إن شاء الله رح تستمتعوا ورح يعجبكم. هون هيك بلشت نهاري، اجت لعندي مرتخي وخطيبة أخي عملوا لي هيك صباحية، فكتير حبيتها الجاية منن والله. فعملنا نسكافيه وشربنا سوا. اليوم جعبان ولادي ياكلوا حليب وكعك. ما شاء الله غلو. السلام عليكم، كيفكم متابعين؟ وش اخباركم؟ شو رايكم بهالقناه؟ عجبتكم؟ تدعوا لامي انه نكمل احنا كل يوم ننزل لكم فيديو، يعني تدعوا يعني انه ما تتركوا القناه وتدعونا بالتعليقات واعطونا افكار حلوه. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه. يا سلام شو شطورين هالقطافيل الحلوين. ليش عم تقولوا وزدنا منهم؟ لأنه النبي كان وقت يشرب حليب أو ياكل لحمة أو شيء بيقول هذا الحديث. اللهم صل وسلم وبارك عليه. آمين. تفضل ماما. على رح احط لهم هيك كل واحد هيك شوية سكر مشان يقبلوها أكتر. بسم الله. أنا بحب السكر كتير. إيه ما رح كترها. بسم الله. كل واحد معلقتين. الهدول صغار كتير المعالق ما بيأثر. أنا بحب السكر بس ما ما لازم لازم نكتر منه. بسوس اسنانك يا حلوة. شوفي اسنانك شو مسوسين. عمري شي شايفين اسنانات سوسو شو مسوسين. كتر ما بتحب المصاص والسكر والسكاكر والشوكولا والعلكة. السكر بنتي اذا حطيتوها بين ايديها بتاكلوا هيك. لولا بالتعليقات انه يا سيرين لا تاكلي سكر كتير، خففي حلو. لساتك صغيرة. بسم الله. لسه ما بدلت اسنانها. بسم الله. يلا تفضلي ميمنة. خدي الكاسة اللي عندك سوسو. بسم الله. مو كتير تخلوها تشتشة ما توقع بالكاسة، هيك شوي صغيرة وطلعوها. هنا سخني الحليبات فورا تزبط الكعكة. طيبة؟ صحة وهنا يا حلوين. قلبك طيبة ومفيدة. وهون هيك عم حضر الفطور انا ومرتخي. قالت لي بنفطر سوا انا وياكي احسن ما اروح افطر لحالي بالبيت. الحمد لله الله كرمها واستاجرت وطلعت لحالها. كانت هي ساكنه عند اهلي. قلت لكم مره انه مرتخي ساكنه مع بيت اهلي، بس الحمد لله هلا الله هيك فرج عليها. الله يفرج عليها لسه احسن واحسن يا رب. يكرمها تشتري بيت ملك لله يا رب. هاي احلى فطور مع احلى عيله، مع اموره وعبوده. اموره خانو عبودي افندي. عبودي قلن باي. عبودي قلن باي. قلن باي. يلا قولوا بسم الله. بسم الله. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. بسم الله. تفضلوا صبوا شاي. لهلا الحمد لله عم يجيني متابعين جداد من عن طريق ام اللول. يا ميت اهلا وسهلا ومرحبا فيكم حبايب قلبي. نورتوا قناتي المتواضعه. كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب جميعا. هون هيك عم نعمل فطور جنب هالصوبي. عم نفطر سوا بعد ما رحت مرتخي على بيتها. هي بيتها كثير قريب من بيتها. عامله هون انا زبديه شوربه كمان غير شكل كان على بعض. فحكيت اختي عم اطمن عليها وتطمن علي. قال قومي جيب اولادك وتعي لعندي مشان ميمنه موجوده. صار لهم زمان ما راحوا لعند اختي. فاخذتهم ورحت والله هيك. بلشنا عادتنا بفنجان قهوه غير شكل كان مع اختي. واجت مرتخي لانه قريبه كمان، وكانت امي كمان. فشربنا قهوتنا سوا. يا سلام القعدة شو كانت حلوة. بس ما شاء الله الأولاد شو بضوجوا وقت نجتمع ما بيخلينا نعرف نحكي كلمة. ما شاء الله الله يحميهم يا رب يحفظهم.
الحمد لله إنه أخي الحمد لله الله كرمه وطلع من عند أهلي، كان عايش مع أهله يعني قاعد بغرفة هو ومرته وأولاده، فالحمد لله هلا استأجر بيت، الله يكرمه يا رب يكرم الجميع. يا سلام على هالقهوة غير شكل جنب هالدفاية غير شكل. هون أختي مالها مركبة صوبيا فعاملين دفاية على الغاز كمان ظريفة وما أحلاها ما شاء الله بتدفي. هون أنا مرتخي وأختي عم نشرب القهوة. هون أختي قالت لي شو عبالكم نعملكم غدا؟ ولادي قال جعبالهم ياكلوا مجدرة، قال اللي مجدرة أكلة مقدرة. فقلت له يلا اعملي طيبة بالجماعة سبحان الله الأكلة واحد لحاله ما بيقبلها كتير بتحسه. هون عم نقطع هيك شرحات بصل طيبة مع العدس تستوي سوا. هون أحمد الله يرضى عليه عم يحفظ سورة الكهف. الله يرضى عليك يا أحمد، الله يرضى عنك وعن إخواتك. وهون أنا كنت مقطعة البصل شرحات فورا نزلته على الزيت البلدي مشان ما يحمى الزيت ويصير مضر. يا سلام ما شاء الله عن جد المجدرة بالزيت غير شكل. في ناس قالت بتعملها بلحمة، مرة حكت لي وحدة عم تقولي نحن بنعملها بلحمة دوقوها لحمة وسمنة، فسبحان الله قلت لها لا أصولها بالزيت البلدي والبصل، غير هيك لا بتنقطع طعمتها بتصير أكيد أكلة مو شامية. هاي أكلة بدي ما بعرف على أي طريقة عاملتها يعني سبحان الله، هو كل واحد له ذوق يعني، بس سبحان الله هيك أصولها. هون أختي بلشت كمان تقطيع السلطة، إن نحن نعمل جنبها سلطة كمان طيبة بسلطة الملفوف، الملفوف الأبيض. يا سلام عن جد الأكلات هي بالجمعات كتير بتلاقوها طيبة، أكلات البرغل الحرة بإصبعه بتحسوا هاي الأكلات بدها جمعة سبحان الله. الله يديم الأخوة بيناتنا يا رب، يديم لي أختي يخلي لي إياها يا رب، يديم المحبة بيناتنا وما انحرم منهم يا رب. عن جد أنا لو ما أهلي شو بده يصير فيني، الله يحمي لي يعني وما يحرمني منهم يا رب. هلا نحن البقدونس غاسلينه منيح، هلا عم نقطعه عشان فوائده. كمان ما بطيب السلطة غير البصلة. سبحان الله في ناس ما بتحب تضيف بصلة، كل واحد على حسب شو بحب، بس أنا كتير بحب البصلة بالتبولة وبالسلطة بحسها أساسية، حتى بالفتوش هي بتعطي النكهة سبحان الله. هلا كمان بدنا نعصر الليمون. يا سلام ليمون أو خل كمان بنحط نحن للسلطة كمان طيب. أما والله سبحان الله حمض الليمون أنا ما برغب له أبدا إلا إذا الواحد كان مضطر يعني، أحيانا والله بيضطر الواحد وبيحط. هون اختي كمان عندها قرن فليفله فحبت تضيفه، قالت شو رايك نحطه بتطلع طيبه السلطه، قلت لها معلش حطي هي السلطه شو ما حطينا لها طيب. ما شاء الله شايفين هون ضفنا البرغل اللي بعد ما استوى العدس معنا ما شاء الله. رح نضيف عليه شويه ملح وشويه فلفل ونحركهم شوي ونسكرهم لبين ما نكمل السلطه، نحن بكون ان شاء الله صار عنا جاهز. هيك رشة فلفل ما كترنا كمان، في ناس ما بتحب تضيفه، لا انا حبيته والله نكهته طيبه كتير بالمجدره بيطلع. هلا هيك بعد ما صارت البصلة كمان وتنشف شوي عنا البرغلات ضفنا الزيت اللي قلنا فيه البصلة. سبحان الله هون بتجي النكهة الخطيرة بالمجدرة وقت بتضيفوا الزيت اللي قلتوا فيه البصلة. يا سلام ما شاء الله شو مفرفدين وما أحلاهم بدهم يطلعوا بسم الله ما شاء الله. وهلا هيك بعد ما تنشف عنا البرغل واستوت معنا المجدرة رح نسكب بسم الله ما شاء الله صايرين ما أحلاهم. في ناس بتحب تحط لها شوية مي تكون هيك إنه مرخية شوي المجدرة، نحن بنحبها ناشفة، كل واحد على حسب شو بيحب كمان. ما شاء الله الريحة عن جد بتجنن، ريحة شتاء وبرا هيك شوي مغيمة الدنيا ما شاء الله بهالبرد وهالأطفال حوالينا، عن جد كانت الأكلة غير شكل. نشوف النتيجة. أطيب مجدرة. المجدرة شبهها أكلة المقدرة. البطاطا أكلت. بعد ما تغدينا صار بدها كاسة شاي. هون اختي جايبين هيك كيك على شوكولا كمان كان طيب نسلم ايدهم يا رب بديهم كل خير الحمد لله. وهون شوية شيبس كمان مشان الاولاد يتنقرشوا. هي هيومة بنت اختي الله يحميها يا رب.
يا سلام، هلا صار بدها هيك كاسة شاي غير شكل جنب هالصوبيا بعد هالأكلة. عن جد الأولاد الحمد لله انبسطت كتير، الأولاد كتير حبوها وقبلوها والله. عن جد بالعادة أنا بطبخها بالبيت ما كتير أولادي بيقبلوها، سبحان الله بالجمعات الولد بيقبل أكتر. ما شاء الله، الله يديم اللمة الحلوة يا رب. بعد ما شربنا هالشايات أنا قمت لحتى أجي على البيت، كان الوقت صار المغرب تقريبا بعد المغرب، فأختي قالت لي لا أنا جا عبالي أعمل سلطة فواكه، عندي الأغراض بالبيت المتوفرين يعني ما بعتنا اشترينا فوق منهم. هون كان عندها شوكولا وعندها موز وكيوي وعندها تفاح، فقالت لي بهي بصير معنا سلطة فواكه، وكان عندها قشطة كمان، فقلت لي يلا تعالي ساويها. هي مكوناتها بسيطة بس الواحد سبحان الله شو ما كان عنده بده يضيف لها يعني. هي بتكلف والله، إذا الواحد بده يجيب مكوناتها كلها بتكلف كتير، فنحن عملناها هيك بسيطة وكمان كانت طيبة ولذيذة. شايفين هون كيف قطعنا الموز والتفاح والكيوي. عن جد يوميتها عن جد انه اولادي كتير حبوها، كمان خفيفة، في ناس بتحب تضيف لها نسلة عسل هيك شغلات. اختي كان عندها قشطة وشوكولا كمان كانت طيبة والله. الولد بيرغب لها اكتر ما انك تطعميه فواكه هيك يعني، سبحان الله ما شاء الله. شايفين ما احلاهم طلعوا. هون اختي هيك عم تضيف القشطة عليها، يا سلام. بس يعني سبحان الله كنا شبعانين، فقلت لها اختي غير مرة بنعملها لحالها، قال لا والله بدي ساويها للاولاد وما رضيت والله. هون الشوكولا نحن دوبناها على ايدنا ما شاء الله كمان بتطلع طيبة هي الشوكولا، بس اللوح هذا اللي بيجي جاهز مثل ما بيقولوا على البخار، عملناها على البخار سخناها كتير منيح بعدين ضفناها، كمان كتير اعطت نكهة طيبة ولذيذة، احسن ما نحط الشوكولا جامدة، فهيك بتطلع اطيب سبحان الله، وبتطلع مع القشطة غير شكل. يا سلام ما شاء الله. منيح اللي عملوا لنا هالعطلة، الحمد لله أولادنا هيك شبعوا من هالعطلة. رحنا شوي وإجينا وشفنا أهلنا وأخذتنا على الحديقة. تحكوا لنا شو بتسموها أنتم سلطة الفواكه ببلادكم؟ كل حدا سبحان الله متابعين مشكرين ملونين، الله يحميهم يا رب والله والنعم منهم كلهم جميع. احكوا لنا شو اسمها عندكم هي سلطة الفواكه؟ هي يمكن نفس الاسم بس كل واحد بيعملها بمكونات تختلف عن الثاني. في ناس بيضيفوا لها مكسرات كمان تطلع طيبة، في الافوكادو، القشطة، في نبات القشطة كمان طيب كتير. وهناك قبل ما نطلع حبت سيرين انه خالتها تضفر لها شعرها وتعملها ضفرة حلوة. ما شاء الله اختي كتير كتير شطورة بضفر الشعر كمان، بتعمل موديلات كتير بالضفاير، الله هيك يا رب يسلم ايديها ويجزيها كل خير ما شاء الله. سيرين كتير كانت عم تبكي لحتى قلت لها انا بدي اطلع يعني تاخرنا صار الوقت بعد العشاء، بكيت كتير بكيت، قامت خلص تعالي رح ساوي لك تكرم عينك ما رح خليها بخاطرك. سيرينا منهما ثقيلا وجد الإمام حاملا. يا سلام، شايفين هالقص حلو يا عيني. هذا القلب للمتابعة. النهاية أكيد بتطلع شغلة حلوة ومرتبة، بس عن جد بده وقت، أكل معها وقت والله كتير. بنتي داق خلقها، قلت لها أختي خلص ما عاد بدي أعمل لها هيك، سبحان الله بنتي متعودة على الضفرة وبس، ضفرة عادية هيك بترتاح أكتر. هي الضفرة سبحان الله أول شغلة بتتعب لحتى لبين ما تخلص، وثاني شغلة بيجي على راسها من الضفرة من قدام. قلت لها خلص ما عاد نعيدها. ما شاء الله شايفين هيك شو طالع حلو ما شاء الله، لسه ما خلصت بعين ما شاء الله بياخد العقل هالموديل. الله يسلم ايديك يا اختي عن جد كتير حلو. بس بنتي جننتنا هي وقاعدة عم تساوي، بدها طولة بال كتير حتى الولد، يعني بدك الولد تلهيه بشي شغلة لحتى البنت تتقبل تم قاعدة عم تساوي. نظفتي لي يا حلوة. كيفك أمورة؟ هاي قلبي تعال ناخذ الصورة. إلى ميرسي خالة. يا عيني شو حلوين شعرات سوسو ما شاء الله، ديري هيك يا سلام. شايفين شو حلوين ما شاء الله. اكتبوا لنا بالتعليقات وقولوا لخالتي الله يسلم ايديك. الله يسلمك يا حلوة. شو عم تعملي ميرا الحلوة؟ عم بلعب. شو عم تلعبي؟ بألعابي. يا عيني دي دكتورة اليوم؟ ايه. يا سلام شو حلوة الدكتورة. انا غلطانة، بدياك ارجع ميزاني، بدياك تسوي لي اياه. عالجيها لسيدين، القلوبة عم يجعها. قلبها؟
ايه فحصية لسيرين. انت بدك ابرة تعملي بابونة. هلا بدك نفحصك. عم تقصي ميلا؟ هذا فحم. ليش؟ ما يطلع الدم. يا سلام، شو هالدكتورة الحلوة الفهمانة الشطورة، يا سلام، شو هالدكتورة الحلوة. هلا بدي احاول. شو تساوي هلا؟ نخاف يا حبك. تحس انك كأنه لو ذاتك نازلي. ذاتك نازلي وشوف حرارتك. يا حرارتك مرتفعة. يا سلام، شو هالدكتورة الشاطرة يا عيني. اكتبي لنا دواء، يلا اكتبي لها دواء لسيرين، شو تكتبي لها دواء؟ خلاص. تاخدي يوم صبح ومساء. الله يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيك. وهيك كانت آخر قعدتنا ببيت أختي، ختمناها بفنجان قهوة مرة عربية، الله يسلم إيديها يا رب، يجبر خاطرها، يخلي لي إياها. يا سلام شو كان لذيذ هيك جنب هالصوبيا غير شكل. وهون اللي وحدة من متابعاتي، الله يجبر خاطرها وخاطركم جميع، يخلي لي إياكم كلياتكم إخواتي في الله وصديقاتي. هون صديقتي بتاخذ وبتعطي معي، بتحكي معي، بتطمن عني على الخاص، سبحان الله، الله يخلي لي إياها يا رب. سبحان الله، هي بعيدة كتير بس قريبة من القلب. صديقتي بأمريكا، هي اسمها أم إسماعيل، الله يجبر خاطرها وخاطركم جميع يا رب. فحبيت هون هيك تعمل لنا هيك فيديو حلو على التلج، ما شاء الله نازل عندهم تلج، الله يبعث الخير يا رب. فكتبت اسمي واسماء أولادي، الله يجبر خاطرها، كتير فرحت أولادي بهالمقطع، والله الله يجزيها كل خير يا رب. وهيك بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو حبايبي، بتمنى يكون عجبكم واستمتعتوا. وما بدنا ننسى الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا عجبكم الفيديو حطوا لي لايك، حطوا لي تعليقات حلوة مثل قلوبكم، تعليقاتكم بتهمني كتير وبتشجعني إني سابر وضل للأمام. الله يجبر خاطركم جميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمتم في حفظ الله تعالى ورعايته.